السلام عليكم. طبعا بعد ما جرى في منطقة رفح وفقدان التواصل مع طواقم الدفاع المدني والهلال الأحمر، اليوم كانت عملية دخول للمنطقة بالتنسيق مع أوتشا، ودخلت طواقمنا للمنطقة. طبعا شاهدنا الكارثة وشاهدنا المجزرة بشكل دقيق جدا. الاحتلال نكل بطواقم الدفاع المدني، الاحتلال الإسرائيلي أعدم الطواقم بشكل مباشر وقتلهم بطريقة وحشية وبشكل حقيقة مرعب جدا. نتحدث على أحد طواقم الدفاع المدني مكبل القدمين، وآخر أيضا من طواقم الدفاع المدني منزوع الملابس العلوية، وآخر مقطوع الرأس، وآخر أيضا، وحتى أنه كل الشهداء الذين استشهدوا أقل واحد فيهم تم إطلاق أقل شيء 20 رصاصة على منطقة صدره، وحقيقة بمشهد مأساوي وصعب للغاية. تم دفن جميع شهدائنا في مقبرة جماعية واحدة تقريبا على عمق 2 متر ل 3 متر في الأرض من أجل إخفاء الجريمة. طبعا الاحتلال لما بنحكي تم دفنهم في منطقة تبعد عن السيارات أمتار، هذا يعني أن الاحتلال أخرجهم من المركبات واقتادهم إلى هذه المنطقة وقتلهم ثم ركلهم في هذه الحفرة. هذا المشهد حقيقة أقول أن من أبشع المجازر التي حلت بقطاع غزة في القرن الحديث حتى في العالم، أن تقوم قوات الاحتلال الإسرائيلي بهذه الجريمة التي لا ترتقي بالمطلق لا لمبادئ إنسانية ولا لأخلاق ولا لأي شيء. ولذلك لابد للعالم أن يعي جيدا أن ما جرى في قطاع غزة من انتهاكات ترتقي لأن تكون جرائم عمد وجرائم قتل جماعي وجرائم تطهير وجرائم إبادة جماعية. كل المواثيق الدولية بتنص على حماية مقدمين الخدمة في قطاع غزة، وكل الأعراف الدولية بتنص على ذلك، لكن الاحتلال الإسرائيلي حتى اللحظة ما زال مستمر بعمليات القتل والقصف والدمار وقتل مقدمين الخدمة بهذه الطريقة الوحشية التي حدثت مع طواقم الدفاع المدني والهلال الأحمر. الرحمة للشهداء والشفاء العاجل لجرحانا، والله نسأل أن يتغمد شهداء الدفاع المدني والهلال وكل شهداء فلسطين بواسع رحمته، ونتمنى على العالم أن يستفيق. يكفي ثبات ويكفي نوم، عليكم أن تستفيقوا لما يجري في قطاع غزة من انتهاكات واضحة وانتهاكات صارخة للقانون الدولي الإنساني ولحقوق الإنسان.